اهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. عايزين نعمل اكلات سهله وسريعه ما تاخدش مننا وقت، وفي دقايق كده نحضرها علشان ما نقفش في المطبخ كتير. هنعمل النهارده فراخ بالوايت صوص والمشروم، طعمها خطير، مش هتاخد منكم دقايق في تحضيرها، سهله جدا وسريعه وطعمها يجنن. يلا نتابع الفيديو مع بعض ونشوف مكونات الاكله بتاعت النهارده. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك كتير وشير، وكمان اشتراك في القناه اللي لسه جداد على القناه. يلا على طول نبتدي. هنستخدم لوصفة النهاردة صدر فرخة وزنه حوالي من 550 ل 600 جرام تقريبا. بغسل الفراخ كويس بالمية والملح والليمون، وبعد كده بشطفها بمية وبسيبها تتصفى خالص من أي سوائل. بعد كده ببتدي أقطعها لمكعبات متوسطة أو حسب الحجم اللي انتوا عايزينه بالشكل ده. المهم إن هي ما تكونش كبيرة قوي، تكون يعني بالحجم اللي انتوا شايفينه ده علشان تستوي معانا بسرعة. هنتبل بقى الفراخ بنص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة من البصل الباودر، ونص معلقة صغيرة بس من الثوم الباودر، وحوالي ربع معلقة صغيرة من بودرة الكاري، بتدي طعم حلو قوي بس ما تكتروش منها علشان ما تغيرش الطعم. نص معلقة صغيرة بابريكا، وكمان معلقة صغيرة من مرقة الفراخ. واقلب بقى الفراخ كويس جدا مع التوابل لغاية ما تتغلف كلها بالتوابل بالشكل ده. هناخد بقى الفراخ في طاسة سخنة على النار، هضيف حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وعايزة الزيت يسخن كويس قوي قبل ما احط الفراخ علشان ما تنزلش ميتها. اول بقى ما بحط الفراخ بفردها كده او بوزعها كويس قوي في الطاسة، ومش بقلبها خالص علشان ما تنزلش برضو السوائل بتاعتها، وبسيبها لغاية ما تاخد لون حلو. بعد كده ببتدي اقلبها علشان تاخد لون حلو من كل الجوانب. شايفين بقى الفراخ اخدت لون حلو من كل الجوانب، اللون ده كده حلو قوي، والفراخ في المرحلة دي تقريبا بتكون استوت 3/4 تسوية. بطلع بقى الفراخ وبصفيها من الزيت وبطلعها كده في طبق وهسيبها دلوقتي، وتعالوا نكمل بقية الخطوات. في نفس الطاسة ومكان محمرنا الفراخ هضيف معلقة كبيرة من الزبدة، هضيف عليها بصلة متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده. هنشوح بقى البصلة لغاية ما تاخد لون دهبي فاتح او اشقر فاتح، يعني اللون ده كده حلو قوي، مش عايزين نغمق عن كده علشان ما تغمقش معانا الصوص. هضيف بعد كده فص واحد من الثوم المفروم وهقلبهم كده مع بعض. لقيت البصلة محتاجة شوية صغيرين من الزيت، زودت لها حوالي معلقة كده من الزيت، وعلى طول هنزل بقى المشروم. دول حوالي 200 جرام من المشروم الفريش متقطع شرايح بالشكل ده. واول ما بنزل المشروم بقلبه كده مع البصل والثوم، وعلى طول بديله كده رشة ملح ورشة فلفل علشان ينزل المية بتاعته بسرعة وما ياخدش وقت معانا على بال ما ياخد لون. هنشوح بقى المشروم مع البصل والثوم لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده على طول هزود بقى معلقة واحدة من الدقيق، ما تكتروش من الدقيق لانه بيتقل الصوص جدا، وده هيخليكم كل شوية تحتاجوا ان انتوا تخففوا الصوص. معلقة واحدة بس مش مليانة بتكون كفاية جدا من الدقيق. بقلب بقى الدقيق كويس قوي مع المشروم والبصل والثوم لغاية ما تختفي تماما بالشكل ده، يعني ما بتاخدش ثواني. بعد كده هضيف عليها كوباية من الحليب بيكون بحرارة المطبخ، وطبعا يفضل ان هو يكون كامل الدسم. هقلب بقى كل المكونات مع بعض لغاية ما الصوص يبتدي ان هو يتقل. وطبعا لما شوحنا الفراخ في الاول النار بتكون عالية، لكن من اول ما بنضيف البصل النار بقى بتكون متوسطة. في كل الخطوات اللي بعد كده شايفين بقى بنقلب الصوص لغاية ما يبتدي يتقل بالشكل ده، وطبعا بقى تقدروا تخففوه زي ما انتوا عايزين بالسمك اللي انتوا عايزينه. في الوقت ده انا زودت نص كوباية كمان من الحليب، وممكن تستبدلوا النص كوباية دي بالمية أو بالشوربة لو حابين. قلبت بقى المكونات كلها مع بعض كويس قوي، وده بيكون السمك بتاع الصوص. طبعا تقدروا تخففوا عن كده أو تقللوا عن كده، يعني زي ما انتوا حابين، بس الأفضل إن احنا ما نخليهوش تقيل من الأول لأنه هو لسه هيتقل كمان. بعد كده بضيف بقى قطع الفراخ بالعصارة بتاعتها أو أي سوائل كده يعني نزلت منها، لأنها بتدي طعم حلو للأكلة. وبقلب الفراخ كده كويس قوي بقى مع الصوص والمشروم. ولو في المرحلة دي حسيتوا ان الصوص تقيل شوية تقدروا برضو تخففوه بشوية من المية او الشوربة او اللبن، لانه كل ما بيفضل على النار بيتقل اكتر. انا لقيت القوام بتاعه تقيل شوية فضفت شوية صغيرين من اللبن، واخر حاجة ضفتها هي 100 ملي من الكريمة او نص كوباية. ولو مش حابين تستخدموا الكريمة تقدروا تستبدلوها بنص كوباية من اللبن او معلقتين كبار من القشطة لو حابين، سواء القشطة الجاهزة او القشطة وش اللبن مفيش مشكلة. بسيبه على النار مش كتير، يعني تقريبا كده ثواني لغاية ما يبقبق بالشكل ده. بطفي النار، واخر حاجة بضيفها رشة صغيرة من اوراق البقدونس. شايفين ده بيكون القوام بتاع الصوص. شايفين القوام ده بيكون حلو جدا لان كل ما الصوص هيبرد هيتقل اكتر معاكم. كنت سلقة شوية من المكرونة، يعني بسلقها بالطريقة العادية جدا، مية مغلية وشوية صغيرين من الملح،
وبصفيها وبديها شطفه سريعه كده تحت الميه. وبعد ما بصفيها وعلشان ما تلزقش ببعض بضيف عليها شويه صغيرين من الزيت وبظبط الملح بتاعها. بقدمها بعد كده مع الفراخ، وطبعا تقدروا تقدموها مع رز ابيض او مكرونه زي ما انتوا حابين. ضيفوا بقى الفراخ على المكرونه بالصوص الابيض الجميل ده والمشروم، بجد طعمها خطير. اكله بجد لذيذه جدا جدا ومبتاخدش فعلا وقت خالص في تحضيرها، يعني بالكتير قوي نص ساعه هتكونوا مخلصينها كلها. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش عايزه لايك كتير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان اشتراك في القناه اللي لسه جداد على القناه. بحبكم جدا، باي باي.